والبرتغال؟ في طبعا في انا همسحها دي، مش اي حد وانا يجي قاصد هنا اضايقه. كريستيانو. الاهلي يا باشا، انا عارف بس وما فيهاش حياديه يعني. اهلا بيكم في حلقه جديده برنامج تحدي 2 في 1. الحلقه دي مميزه جدا بالنسبه لي لان معايا ضيف مميز، صاحبي واخويا معتز البنا. حبيبي يا ميكو، انا مبسوط ان انا معاك والله النهارده وان شاء الله يبقى وانا اكتر والله. معتز البنا من احسن مخرجين المسرح. من ذوقك يا ميكي، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده، وان شاء الله دي خطوه للبرنامج قدام. هيبقى حلقه بومب دي بقى. انا معاك، حلقه انا بومب. دايس معاك. قبل ما نبدا كده الفقرات بتاعتنا، سؤال بسيط جدا. قول لي. عرفني نفسك في جملتين. كرويا ولا عامه؟ لا عامه، أنا لسه ما بدناش كوره. انا معتز البنا، شغال شغلي ملوش علاقه بهوايتي. انا هوايتي تمام. حاجتين: المسرح والكوره. انت عارف طبعا في الكوره جايبه لنا شويه حاجات كده. انا شغلي شغال في مجال العقارات. ده شغل اكل العيش بقى. لكن الهوايه بقى الحاجات اللي بتخلينا كده، المسرح والكوره بتخلينا كده هاديين كده طب حلو. بالنسبه بقى للكوره، انتمائك في الدوري المحلي لمين؟ الاهلي يا باشا. انا عارف وما فيهاش حياديه يعني، ما بقدرش ابقى حيادي حتى. لا، الاهلي. طب والكره العالميه؟ برشلونه وليفربول يعني، بس يعني ليفربول عشان محمد صلاح. طب برشلونه عشان ميسي؟ لا برشلونه في المطلق يعني. في المطلق حتى بعد ما مشي ميسي. لا برشلونه. تمام. موقف حصل لك من الكوره، سواء موقف كوميدي، موقف اثر فيك؟ لا، انا يعني اغلب المواقف المؤثره في حياتي هي متعلقه بالكوره، وخصوصا الاهلي. انت عارف الاهلي في موضوع الاثاره والحاجات دي. الاهداف اللي في الوقت الاخير مريحك الاهلي؟ طبعا غير برشلونه يعني. مين هيريحني؟ طبعا الاهلي. مفيش حد في العالم هيريح غير الاهلي وريال مدريد. صح. فانا بجرب في مصر اللي مريحني، وبره اللي معذبني. لا، مع الاهلي طبعا. جون القضيه ده اهم لحظه في حياتي. كرويه بالنسبه لك كان جون القضيه؟ كرويه، وممكن يدخل في اهم اللحظات في حياتي عموما. في كل حاجه. ما شاء الله. لان دي لحظه انا كنت حتى حالتي ما كانتش طبيعيه قبل لا طبعا. ماتش عمره ما يتنسي. انا قبل الماتش كنت في حاله مش طبيعيه، وفي وقت الماتش، فبعد الجون وبعد المكسب ده عايز حلقه لوحده اصلا. حياتي اتغيرت. ايوه والله عايز حلقه لوحدها الماتش. ايوه طبعا. لا طبعا جون القضيه ده اهم. طب انت قلت موقف حلو للنادي الاهلي. طب بالنسبه بقى للمواقف الحزينه مثلا اللي تعرض لها نادي الاهلي مثلا؟ بص، هو يعني المواقف الحزينه غالبا، بص الكوره كده فيها كده وكده. تمام. بس مع الاهلي بتبقى يعني مواقف بتبقى قليله جدا، وحتى الاهلي لما بيتعرض ليها بيرجع يقف تاني على رجله بسرعه يعني. طب يعني مثلا موقف زي بتاع نصر منسي. ليه كده؟ طبعا يعني كان الماتش كان كل التوقعات رايحه في اتجاه واحد، حتى من الجمهورين، من الاهلي ومن الزمالك. بس هي دايما الكوره كده. اتوقعت الاهلي يخسر الماتش ده بصراحه؟ لا خالص ما كانش في دماغي خالص. وحتى احنا كنت متوقع من قبل الماتش ان احنا هنكسب مرتاحين 2-3 وممكن تزيد عن كده، واحنا كسبانين 1. ما كانش عندي اي فكره ان احنا هم هيتعادلوا او هيحصل اي حاجه. خلاص خلينا في القضيه. نرجع للقضيه ده كده احسن. طب يلا بينا نبدا في اول فقره لينا. هي مين الافضل؟ هقول لك منتخبات وتقول لي في كل منتخب بالنسبه لك من وجهه نظرك، مالكش دعوه باي حاجه، شايف مين احسن لاعب في تاريخ المنتخب ده. نبدا باول حاجه الارجنتين. وتبقى في حاجه يعني عندك 2 طبعا، مارادونا وميسي، بس انا منحاز جدا لميسي. ميسي افضل لاعب في التاريخ. عارف كده في التاريخ كمان. ماشي. طب فرنسا؟ زين الدين زيدان. اسبانيا؟ بص في كذا حد، بس انا بالنسبه لي كان الايقونه بتاعتي وانا صغير راؤول. لون جونزاليس. اوكي. انجلترا؟ بص انجلترا دايما ما عندهمش النجم الاوحد. فاهم؟ فانت هتلاقي في مرحله اللي باين شويه مثلا بيكهام في الفتره بتاعت 2002 كاس العالم 2002. صح. مايكل اوين في مش عارف يعني كل فتره تلاقي. انما النجم اللي هو البارز ما تلاقيش عندهم. هم سبحان الله عندهم اقوى دوري، ما عندهمش بطولات للاسف. طب البرازيل؟ رونالدو الاسطوره. الظاهره. ايطاليا ديل بيرو بالنسبه لي. حلو. طب مصر؟ محمد ابو تريكه. ايه ده؟ انا كنت اقول محمد ابو تريكه. محمد صلاح طبعا. بص عشان بس يعني انا قلت لك في اول حلقه انا منحاز جدا ومش حيادي. هو محمد صلاح طبعا اسطوره، بس محمد ابو تريكه يعني الفرق
انا بالنسبه لي ابو تريكه ده الفرق حاسس بينهم مشاعر اكتر ما من منطق. لو منطق هتقول محمد صلاح. منطق يعني، منطق هو محمد صلاح بقى طبعا، بالبطولات بالمحافل اللي بيشارك فيها بكل حاجه. بس ابو تريكه لحظاته معايا ما تتنسيش طبعا. مش اكيد طبعا، كفايه جون الصفاقسي وحاجات كتير، والمنتخب تاثيره مع المنتخب. منتخب مصر يعني تاثيره كان رهيب مع المنتخب. طب بصراحة. والمانيا يعني هي حاجه غريبه، بس انا بالنسبه لي المانيا اوليفر كان. هو بص، هو ممكن يكون مرجع، بس هو يعني عارف هنا في لعيب بيبقى ايقونه كده. كنت اسال. انا بالنسبه لي منتخب المانيا افتكر اوليفر كان. والبرتغال فيجو. طبعا فيجو. انا همسحها دي، مش اي حد يجي هنا. كريستيانو. لا كريستيانو بصراحه. كريستيانو منتخب البرتغال. كريستيانو الثاني بعد ميسي يعني وجهات نظر. طب والسعوديه برضو؟ السعوديه سالم الدوسري بصراحه. يعني حتى هم فنان. فنان بصراحه. عالي جدا. حاجات سهله اهو. طبعا بدايه سهله كده، انا زي الفل. الفقره دي بقى انت مين؟ انت بتختار لاعب وانا بختار لاعب. مهمه كل واحد فينا بالاسئله اللي هو يوصل للاعب اللي التاني اختاره. تمام. مش بنعيد الاسئله. تمام. يلا فكر كده في لاعب. ما صعباش عليا. ماشي. انا اخترت. انا تمام. اسال. بيلعب في الدوريات الكبرى في اوروبا ولا لا؟ كان هناك. كان. بيلعب في الدوري المصري؟ لا. مش بيلعب في الدوري السعودي؟ طيب انا قلت الحق السؤال عشان ماشي. قلت الحق. اسال انت معايا. طب بيلعب في اقوى 4 فرق في الدوري السعودي؟ لا. ماشي. بيلعب في الدوري السعودي. انت قلت لي جنسيته اوروبي؟ لا. انت بيلعب في برشلونة؟ لا. طب لاتيني؟ جنسيته لاتيني؟ لا. انت كده دخلتنا في منطقة صعبة. لا والله سهل جدا. طب بيلعب في ريال مدريد؟ ريتني كنت سألت الدوري الاسباني. كنت خدت الدوري الاسباني مع بعض. طيب مركزه ايه؟ حارس مرمى؟ لا. طب بيلعب في الدوري الانجليزي؟ كان بيلعب في الدوري الانجليزي. مهاجم صريح؟ لا، في خط الهجوم. في خط الهجوم. كويس. انت سوحتني خالص. ما انت اللي كان في الدوري الانجليزي. تمام. بيلعب في بايرن ميونخ دلوقتي؟ طب حلو قوي. حلو قوي كده. خلاص كده سعودي هو؟ لا. طيب اللاعب ده في 3. انت لازم تخلص. اللاعب ده هاري كين؟ بجد؟ حبيب قلبي. كان لازم يبقى صعب شويه. انا كنت بختار ساديو ماني. انا كان في دماغي اصلا هقول. انا قلت انت هتقول كريستيانو وبعد كده تقول ساديو ماني. انا قلت حد من اوروبا. طب حد يعني ازاي ما جاش في بالك ساديو ماني؟ لا. الحمد لله. ماشي في مكانك برضو. ماشي. ملعبنا يا جماعه. ندخل على الفقره اللي بعد كده. صنفها بطريقتك. تمام. هقول لك اسماء لعيبه تصنفهم في 4 مراتب: اسطوري، جامد، عادي، اقل من العادي. نبدا باول واحد، حبيب قلبك ابو تريكه. لعيب اسطوري طبعا. طبعا. زين الدين زيدان. طبعا زين الدين زيدان. هم على فكره الاثنين ستايلهم نفس الستايل. هم صح. الاثنين اسطوري طبعا. هالاند. لعيب جامد. محمد صلاح. اسطوري. لعيب اسطوري. يعني هو بالنسبه لتاريخ الدوري الانجليزي هو لعيب اسطوري. انا شايف كده بصراحه. طب شيكابالا. انا قلت لك انا مش هادي، بس انا يعني لعيب جامد. كلمه حق لعيب جامد. لعيب جامد، بس هو ظلم نفسه. هي الكلمه فعلا هو لعيب جامد، بس يعني ظلم نفسه. يميل يامال. بس هو لسه يعني هو لسه. لا هو لعيب جامد طبعا. جامد. مرموش. لعيب عادي. حتى الان. امبابي لعيب جيد. نيمار. جيد. هازارد. المشكله ان هم مسيرتهم مش طويله تقدر تحكم يعني في البرايم بتاعه تقدر تقول عليه لعيب اسطوري. البرايم بتاعه بتاع تشيلسي. الباقي كمجمل. انا عايزك كمجمل. لا لعيب عادي صح. ساكا ارسنال. لعيب عادي يعني. عادي. طب لويس فيجو اخر واحد. لويس فيجو لعيب جيد. تمام. حلو تصنيفك ورايك، واكتبوا لي في الكومنتات هل موافقينه في التصنيف بتاعه ولا لا. الفقره اللي بعد كده توب 5. هسالك سؤال، هم 5 اجابات، تحاول تجيب ال5 اجابات. افضل 5 هدافين في تاريخ دوري ابطال اوروبا. افضل 5 هدافين. هكبرهم دلوقتي. ميسي، كريستيانو. ماشي. ميسي في المركز الثاني جايب 129 جول. تمام. المركز الاول كريستيانو. مظبوط. جايب 140 جول. هو امبابي دخل في التوب 10 بس ما اعرفش في ال5 ولا لا. لا لسه. طيب مش موجود في القائمه. هاري كين.
مش موجود في القايمه. عندك واحد بيلعب حاليا في برشلونه، وواحد بيلعب حاليا في برشلونه، واحد ليفاندوفسكي طبعا في المركز الثالث ب 105 جون. عندك واحد كان في الدوري الاسباني، كان ودلوقتي بيلعب ولا بيلعب بس مش الدوري الاسباني يعني، خلاص مشي. المفروض انتوا دقتوا منه كتير يعني، بس هو مش هتحسه مش معروف. صح مظبوط، كريم بنزيما. خلاص قلت لي دقتوا منه كتير. ايوه في المركز الرابع ب 90 جون. يعني كريستيانو، ميسي، ليفاندوفسكي، بنزيما، راؤول. اكتر 5 دول استضافت كاس العالم. اكتر 5 دول ايطاليا في المركز الثاني، استضافته مرتين. امريكا مش حاسبين اللي جاي. لا مش لسه متحاسبين اللي جاي. استضاف 94 المانيا صح في المركز الخامس. هم يعتبروا الاربع مراكز الاخر مرتين. المانيا برضو مرتين. عندك المركز الاول 3 مرات استضافت كاس العالم، يعني بلد مش هتتوقع عليها استضافت كاس العالم 3 مرات. اصلا انت عارف في بدايه كاس العالم كان في ارقام غريبه كده. صح. طيب خلينا ماشيين واحده واحده. احنا معانا دلوقتي كده ايطاليا والمانيا البرازيل مظبوط في المركز الرابع مرتين. اسبانيا لا جنبها. البرتغال لا البرتغال ما استضافتش. لا هي دوله جنب اسبانيا، والدوله الثانيه جنب البرازيل. الارجنتين اللي استضافها 3 مرات جنب الارجنتين. يعني جنب البرازيل، بس تعتبر في تبع دوله قاره امريكا المكسيك. صح مظبوط. المكسيك 3 مرات المكسيك. هتبقى الرابعه كمان. دي كده هتبقى الرابعه البطوله الجايه. صح مظبوط يعني. انا مش عارف ازاي دي رقم 1. وفي دوله جنب في اوروبا يعني. هولندا. لا هولندا ما استضافتش كاس. انا بحاول اقول بس قلت 4. والدوله دي كسبت كاس العالم هي في اوروبا. استضافت وكسبت كاس العالم طبعا. كسبت كاس العالم مرتين. اعتقد مرتين. لو مش خاينين الذاكره يعني مرتين. بص هو انا شايك في حاجه. هو فرنسا مظبوط في المركز الثاني مرتين. 90 بس مش فاكر. لا مره قبليها. اساسي احتياطي بيع. هقول لك 3 لعيبه يعتبروا بيلعبوا في نفس المركز. انت هتخلي واحد ينزل اساسي، واحد هيقعد احتياطي، والتاني هتبيعه. حلوه. مبسوط بالبرنامج، مديني ان انا افكر يعني دي حريات يعني. هنحب كده ندلع الناس. اول حاجه عندنا ميسي، صلاح، هازارد. بنفس الترتيب. ميسي اساسي، صلاح احتياطي، هازارد بيع تمام. هالاند، امبابي، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، امبابي، هالاند بيع، وكريستيانو اساسي طبعا وامبابي احتياطي. دي بروين، اوزيل، انيستا. انيستا طبعا اساسي. ما انت عشان عارفك هتحب انيستا اكتر. اوزيل لعيب قوي وانا بحب اللعيبه اللي برجليهم الشمال دول. مزيكا كان بس دي بروين دي بروين وهبيع اوزيل يعني معلش. بس هو يعني متظلم وسطهم. 3 اجمد من بعض بصراحه بالنسبه لي. نيمار، فينيسيوس، ماني. في البرايم بتاعهم كلهم طبعا. في البرايم. طبعا نيمار اساسي، فينيسيوس احتياطي، ماني بيع. بوفون، نوير، كاسياس. بص هو انا كاسياس بالنسبه لي يعني انا مش بتحبه اكيد انت. بحبه جدا بجد والله العظيم. انا بحب يعني انا سبحان الله. بس انا بحبه من منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا عشان كده انت بتحبه يعني صح. 2002 و2000 شالهم. هو شالهم كنت بشجع كمان منتخب اسبانيا في اليورو في شالهم. بس هو نوير اساسي. كاسياس بس خلي بالك عشان بوفون ليه معجبين. هو جبار بس انت بتتكلم في 3 جبارين. فانا بالنسبه لي نوير، كاسياس، بوفون بيع تمام. اخر حاجه فان دايك، جون تيري، فرديناند. بص فان دايك اساسي تمام. انا حتى كمان على المستوى الهجومي هو بيساهم بشكل فعال جدا. جون تيري احتياطي. فرديناند بيع. ندخل لاخر حاجه، سؤال الجمهور. لو انت مدرب كرة قدم خماسية حلو وهتجيب لعيبة 5 لعيبة، حارس مرمى و4 لعيبة، تمام، مفتوح معاك الزمان المكان، هتنزل بيهم ايه ماتشات خماسية؟ حتى عالمي محلي. انت بقى براحتك. تشكيلا كده انت حاسس ان انت لو معاك ال5 دول انا هكسب اي ماتش خماسي. هو الخماسي بيبقى ليه حسابات تانية يعني. طبعا يعني احنا مش بنختار افضل 5 في احنا. لا الخماسي بيعتمد على المهارة اكتر. فنيات. نوير طبعا ان هو هيساهم برجله، هيلعب برجله اخطبوط يعني هيقفل بصراحة. ميسي طبعا. ميسي، نيمار، 2 مهاريين جدا. ديفيرو تمام. فاضل لك واحد. مش عايز تغششني واحد كده؟ لا انا يا موافق يا موافقش. انا اي حد اغشه لك هيكون كريستيانو.
لا ما هو كريستيانو في الخماسي انا يعني هو كريستيانو اسطوري كل حاجه، بس كريستيانو عايز مساحات، عايز انما كريستيانو لو لعب كرة شارع هيكون هدفه اللي هو يكسب الماتش، دي عقليته. ماشي. فاهم؟ لا يعني اختلف معاك. طب خد واحد تاني غير كريستيانو. غير انيستا. انيستا ماشي حلو جدا. يعني انت بتتكلم نوير، ميسي نيمار انيستا وديل بيرو. عايز اسالك سؤال، بما انك بتحب ميسي وبرشلونة تمام. ده سؤال هساله بما اني بحب كريستيانو. انت بتسال سؤال ولا بتغلس؟ لا 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 لا, لا, لا ده سؤال رأيي. يمكن تقنعني او اقنعك. هل انت شايف ان ميسي افضل من كريستيانو كونه كسب كاس العالم؟ بص هو يعني انا بالنسبه لي كاس العالم بياكد المعلومه، لان كاس ما ينفعش ننكر كاس العالم. طب ما في لعيبه كسبت كاس العالم. ما هو انا بقول لك، انا قلت لك ايه، قلت لك هو بياكد المعلومه. تمام. مش دي مش ده اللي بيثبتها. ماشي. لا انا بالنسبه لي ميسي لعيب زي ما بتقول اتقال عليه فضائي يعني. كل المقومات عنده، وكريستيانو برضو. تمام. وكمان رقميا ممكن تلاقي كريستيانو متفوق على ميسي. طبعا بس ميسي على ارض الملعب حاجه تانية. يعني الاثنين في حته تانية. انا بص في ناس بتقول كريستيانو مصنوع ومجتهد وكده، طبعا في 100 واحد مجتهد و100 واحد بيحاول، مش محدش هيوصل لكريستيانو وصل ولا بس موهبه ميسي استثناء. انا بحس ان ميسي شايف كل اللي حواليه سلو موشن. هو صح. رهيب. صح. لا صح. مش كاس العالم، هو كاس العالم بس بيأكد. هو كان مؤثر مع منتخب بلده، قدر ياخد بيهم كاس العالم. صح. ما كانش عندهم نجم اللي هو يعني ميسي وكذا وكذا لا هو كان ميسي وكلهم هو تقول ايه للكلام اللي بدأ يطلع اللي كاس العالم اللي جاي هتكسبوا البرتغال؟ لا بعيد. هل وصل لك نقطه زي دي؟ ما وصلتش خالص منك انت. خلي بالك وانت اللي لا انت اللي بتطلع الاشاعه ان شاء الله تتحقق. ده بس خلي بالك كريستيانو مش هيطلعها. خلي بالك لا مش بعيده خالص. مش بعيده خالص. لا في منتخبات. لا في منتخبات. انت شفت العناصر اللي في منتخب البرتغال؟ ايوه عارف. طبعا. انت متاكد اللي هي بعيده عن منتخب البرتغال؟ بعيده مقارنه بالمنتخبات اللي موجوده. فرنسا، اسبانيا. طب توقعاتك مين في النهائي كاس العالم اللي جاي؟ عشان هو هنسجل سجل وخدوا مني. انا جايب لكم حاجه من كنترول، اسمع مني وما ترجعش ورايا. اسبانيا. عايز اقول لك ان انا متوقع جدا ان في المربع الذهبي هيبقى فيه المغرب. ان شاء الله تاني يعني. هي الموضوع مش اقول مصر يا راجل. يعني اتمنى ان نبقى في النهائي، بس يعني بنتكلم واقعيا. هم اللي حصل في كاس العالم اللي فات مش طفره. مش طفره. هم بنوا عليه وكملوا في كل المراحل. الله ينور عليك. المنتخب نفسه هيبقى مدعم بكل المراحل اللي قبل كده. فاتوقع المغرب هتبقى موجوده في ربع النهائي، وان شاء الله يا رب توصل. بعيدا عن اللي عملوه مع الاهلي في الماتش الاخير. جمهور الجيش الملكي، بس على فكره جمهور المغرب ما كانش الاغلبيه ما كانوش راضيين عن اللي حصل. صح. طب انت برضو ما قلتليش مين اللي في النهائي؟ اسبانيا طرف في النهائي. اسبانيا. ومين قدامها؟ في كذا حاجه ممكن اتوقع فرنسا. تمام. وانا بقول لكم عشان برضه تسجلوا لو البرتغال. على فكره مش الارجنتين. لا هو مش هتشمها الارجنتين. خد مني وما ترجعش ورايا. لو البرتغال وانجلترا ما تقابلوش في نص النهائي، انجلترا والبرتغال في النهائي. اتبسطت معانا في الحلقه جدا مستمتع. مش عايز الحلقه تخلص والله. ولا انا يعني انا لو عليا افضل معاك، بس لسه هنكمل البلاي ستيشن يعني. لسه هنتغلب وهنصور لكم هصور لكم النتيجه. تمام. تقول للناس ايه بقى يعملوا ايه بقى ده عشان الناس بتنسى تعمل فولو ولايك وسبسكرايب. هو القناه لسه في بدايتها. محمد مكي ان شاء الله بدعمكم، فيعني فولو وسبسكرايب وكل الحاجات اللي بيقولوها دي يستاهلها بصراحه. بس كده يا جماعه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. وبس كده.